تخيلوا معايا لما يبقى فيه كلينزنج بالم بالسانتيلا. دي اشهر كلينزنج بالم موجوده دلوقتي في العالم حرفيا، وهي الكلينزنج بالم من براند دكتور السيا. هي مشهوره قوي بالطريقه اللي بيطلع بيها البرودكت من الباكج. فكره ان هو بيطلع بطريقه الجرايندنج او كانك بتطحني المنتج جوه الباكج، مخليه الموضوع هايجينيك جدا، فبالتالي البرودكت جوه ما بيتعرضش ولا لاي هواء ولا البكتيريا. غير ان هي ناعمه جدا يا جماعه، يعني وانا بستخدمها على بشرتي بحس حرفيا ان انا بحط حاجه زي الحرير، ما بحسش بحاجه، رغم ان هي اكتر حاجه مشهوره بيها هي الباكجينج، بس مش ناس كتير بتتكلم على الانجريدينتس بتاعتها. دي مش مجرد مجموعه زيوت محطوطين مع بعض علشان خاطر يكسروا ويسيحوا الميك اب، لا دي سكين كير وفي نفس الوقت كلينزنج بالم. تخيلوا معايا لما كلينزنج بالم يبقى فيها سانتيلا وجريب سيد اويل، يعني مش هتسد المسام، مناسبه جدا للبشره الحساسه اللي بتطلع حبوب، الناس اللي بشرتها بتحمر وبيحصل لها اي اريتيشن، السانتيلا هتهدي جدا البشره، الجريب سيد اويل هيرطب وهيلطف البشره. فاللي هو ببرودكت واحد انت بتبقي بتعملي حاجتين بحاجه واحده، بتشيلي الميك اب وفي نفس الوقت بتعملي سيشن استرخاء لبشرتك، بتهدي البشره، بتنضفيها، وبتبقي مطمنه ان مش هيطلع لك حبوب وان المسام مش هتتسد، ان هي بجد بتسيب البشره نظيفه، ما بسيبش ولا نقطه ميك اب على البشره، يا دوب بنقطتين غسول بغسل وشي وبحس ان بشرتي بقت بتزيق من النظافه. بس كده احلى حاجه فيها ان هم باعتين على الباكج نفسه الكميه اللي انت محتاجه تستخدميها. لو حاطه ميك اب خفيف هتحتاجي نص لفه بس، والكميه اللي هتطلع هي دي اللي محتاجاها. لو الميك اب تقيل وفول ميك اب هتحتاجي لفه كامله، والكميه اللي هتطلع هي ديت اللي انت محتاجاها لبشرتك، مش اكتر منها. الناحيه الثانيه مكتوب كل حاجه محتاجه تعرفيها عن البرودكت، حوالي 14 انجريدينت، جنتل جدا وهيجينيك على البشره، مناسب جدا للبشره الحساسه. كان في الوش اهو مكتوب لكم ال 14 انجريدينت الموجودين في الكلينزنج بول. فدي يا جماعه اختراع تستاهل كل جنيه هتدفعوه فيها. حجمها كمان حلو، وبقالي فتره بستخدمها ما حسيتش منها باي ضرر ولا باي سايد افكت، اللي هو بجد هي من البرودكتس اللي ببقى بستخدمها وانا مطمنه.